بحر بقى مقبرة للسفن. ازاي السفن اللي هوريها لكم دي موجودة في الصحراء؟ بحر كامل جف وميته نشفت وتحول لصحراء بالظبط. بحر كامل زيه زي اي بحر، نشف تماما وميته جفت وتحول لصحراء موجود فيها رملة. بس ازاي بحر كامل كده يجف بنسبة 95% وما يفضلش منه غير 5% بس في اخر البحر؟ يعني البحر كله تقريبا اتحول لصحراء والسفن اللي فيه بقت موجودة في مكانها لمدة 64 سنة. طب ايه حكاية البحر ده وازاي اتحول للمكان ده؟ وهل ده ممكن يحصل لاي بحر تاني موجود الفترة دي وميته هي كمان تجف؟ هو باللي بيحصل في الكون اليومين دول ممكن نتوقع اي حاجة. البحر ده اسمه بحر آرال وموجود ما بين اوزبكستان وكازاخستان، ومعروف عن البحر ده زمان انه كان في مدينه ساحليه، مدينه كامله معتمده على السياحه، عباره عن بحر ومينا ومراكب وصيد واي حاجه تخص المدن الساحليه كانت موجوده في المدينه دي. المدينه كانت شغاله كويس جدا وكل اهلها مستمتعين بكل حاجه موجوده فيها، ومعظمهم بيشتغلوا في الصيد بالمراكب بتاعتهم، ودي كانت المراكب بتاعتهم والسفن اللي موجوده جوه البحر. لكن لما البحر جف كل الناس دي سابت السفن مكانها لانهم ما كانوش عارفين ممكن يعملوا بيها ايه ويودوها فين، ففضلوا سايبينها مكانها وهجروا المكان كله. ومن ساعتها بقت السفن دي موجوده في الصحراء ومفيش بحر خالص غير 5% بس هقول لكم عليهم في الاخر. طب ازاي البحر ده اتحول للمكان ده وبقى صحراء كده بعد ما كان فيه ميه وحياه واسماك وكل حاجه ممكنه؟ لدرجه ان في بعض العلماء من كتر الابحاث اللي عملوها لقوا عظام لقروش واسماك موجوده في المكان هناك، يعني كان حياه بحريه متكامله والناس كلها معتمده عليه في الصيد وفي الحياه البحريه. وبالنسبه لهم اللي حصل ده حاله حزينه لما بيفتكروها، واي حد بيفكرهم فيها بيبقى لحظه حزينه على حياتهم لانها كانت مدينه كامله الناس عايشه فيها. المكان ده تحديدا وباكستان كلها كانت مشهوره بزراعه القطن وكان بيطلع منها انواع قطن كويسه جدا. بس الاتحاد السوفيتي قرر ان هو يتوسع في المشاريع دي ويكبر زراعه القطن، وكان بحر آرال معتمد تحديدا على نهرين بيصبوا فيه، هو نهر سرداريا ونهر اموداريا. الاتحاد لما جه عشان يتوسع في مشروع القطن بدا يشوف ايه اللي ممكن يعمله، فقرر ان هو يعمل تفريعات وقنوات زياده من بحر آرال ومن النهرين اللي بيصبوا فيه عشان يمدوا بالميه. وفعلا بدات التوسعات وبدا يعمل تفريعات كتير وقنوات كتير ووصل لاماكن كتير جدا حوالين المنطقه دي. بس عشان التفريعات دي كانت عشوائيه وما كانش فيه دراسه كويسه في الموضوع بدات التفريعات دي توسع منهم، والمشروع فعلا حقق زياده في نسبه زرع القطن في الاول. لكن المشكله ان الميه وصلت لاماكن حتى ارتفاعها ما كانش واصل لمتر، ومع كتر التفريعات اللي كانت بتخرج من البحر ده الميه بتاعته بدات تجف بسبب درجه الحراره العاليه وبسبب ان بقى فيه قنوات وتفريعات كتير جدا. وسنه ورا الثانيه الميه دي نشفت تماما والبحر اتحول لصحراء. 95% من البحر ما بقاش موجود، وكل الناس اللي كانت معتمده على البحر ده في حياتها ما بقتش موجوده لانه كله ساب السفن بتاعته وهجر المكان خالص لانه ما بقاش فيه عيشه هناك. البحر ده كانت مساحته 6000 كيلو متر وارتفاع الميه فيه كان 40 متر. الناس هناك كانوا معتمدين عليه بشكل كامل في كل حياتهم، استيراد وتصدير وشراء وبيع وكل حاجه، حياه كامله. عشان كده قصه البحر دي بتبقى قصه حزينه عليهم لما بيفتكروها. بحر بقى مقبرة للسفن. المشكلة الأكبر من كده كمان إن الأهالي اللي عايشين حوالين المنطقة دي هناك بقى عندهم مشاكل صحية كتيرة، لأن كل الرياح اللي جاية كانت معتمدة على بحر آرال في الأملاح اللي فيها، لكن دلوقتي ما بقاش في بحر والبحر جف تماما، فالرياح اللي بقت تيجي بقت محملة بالملح، وطبعا بيتم استنشاق الملح ده من الرياح، وعشان كده حالتهم الصحية في تدهور مستمر ومش عارفين يحلوا الموضوع ده إزاي. السفن اللي هناك بيدل على قد ايه البحر ده كان بحر كبير جدا، وكان الناس فيه معتمده على الصيد والبيع والشراء في المينا وفي المدينه الساحليه بتاعته. يعني ما كانش مجرد شويه مراكب عايمه فيها عشان بيتم الصيد، لا دي كانت سفن ومراكب كبيره جدا. تخيلوا بحر بالحجم ده يجف منه 95% ويتحول مقبره للسفن اللي فيه ويبقى صحراء. بس فاضل 5% في شمال البحر ده، ودول يا دوب اخر 5% موجودين، وكانوا برضه هيجفوا بس اتعمل هناك سد عشان يتم رفع نسبه الميه ل 3 متر تقريبا ويبقى فيها شويه حياه بحريه وشويه اسماك. وال5% اللي فاضلين دول بيحاولوا يحافظوا عليهم عشان دي اخر حاجه في بحر آرال. وده منظر ال5% قصاد كميه البحر اللي كانت موجوده دي كلها وما بقتش موجوده وتحولت لصحراء. معنى كده ان ممكن تدخل الانسان في اي حاجه واللعب في الطبيعه بيعمل مشاكل اكتر من كده بكتير. يعني كتر ما احنا بنتدخل من غير فهم ودراسه مشاكل الكوكب ده هتزيد ومش هنعرف نحلها. انا مش عايز اتخيل بس الموضوع ده فعلا ممكن يبقى حقيقي. يعني انت لو قعدت تفكر كده لدقايق في اي مدينه ساحليه انت عارفها وبتحبها وفيها بحر، وحياه الناس هناك معتمده على كل حاجه في البحر من اول الصيد لحد المينا والاستيراد والتصدير ودخول السفن وخروجها والسياحه اللي فيها، كل ده فجاه يجف ويتحول لصحراء. تخيل اهل المكان هناك ممكن يبقوا عاملين ازاي، والموضوع ده لو اتكرر اكتر من مره ممكن يعمل ايه في الكوكب. الله، يعني تدخل الانسان في حاجه زي كده كان ممكن يسبب كارثه زي دي. ما هي الكارثه حصلت فعلا، وكتر تدخلنا في الحاجات اللي بتحصل في الطبيعه ممكن يعمل اكتر من كده. يا ريت المره دي نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك عشان نشوف بعد كده فيديوهات اغرب من كده بكتير. انا عادل مجدي، شير كتير جدا للموضوع
الموضوع ده عشان نعرف ان احنا لازم نحافظ على البيئه وما ينفعش نتدخل باي تدخل من غير دراسه كويسه جدا ونبقى عارفين احنا بنعمل ايه. واكتب لي رايك في كومنت ممكن نعمل ايه عشان نحافظ على الباقي اللي موجود.